خلاص يا كابتن كابتن شوف انت يقول قناة ايه؟ بتاعت ايه؟ فنزويلا؟ أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم بكل الخير. من ميدان التحرير يسعدني ويشرفني أن أنقل لكم نبض الجماهير. نعم، إنها لحظة فارقة، لحظة فارقة في تاريخ الإنسانية، أن نجد ميدان التحرير يعج بجموع غفيرة من شعب مصر العظيم. نعم، لقد قال الشعب كلمته. نعم، لقد قالت قواتنا المسلحة كلمتها اليوم. نعم نعم نعم، لقد شرفت بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بفندق شيراتون القاهرة بكامل هيئتها ورئاستها، فقد توجهت أمس واليوم 30 من يونيو والأول من يوليو إلى ميدان التحرير كي يقفون ثوار فندق شيراتون القاهرة، ثوار وأسود وسط جنودهم ورجالهم وموظفوهم، يقولون كلمتهم، يقولون عاشت مصر حرة أبية وعاش رجالها. تحية من ميدان التحرير لقواتنا المسلحة، تحية عظيمة للسيسي الرجل القائد العظيم، السياسة البارع. نعم، لقد أسلكت صدورنا ببيانك. نعم، عاشت مصر الحرة أبية، عاشت مصر حرة أبية. تحية من ميدان التحرير لإدارة فندق شيراتون القاهرة، لمجلس إدارة اللجنة النقابية برئاستها وكامل هيئتها، لموظفيها. لقد أثبتوا أنهم رجال ميدان، لقد أثبتوا أن السياحة قادمة. نعم، السياحة قادمة. ستضاء أنوارك يا فندق شيراتون القاهرة وتتلألأ على نيل القاهرة العظيم. نعم، ستعود المياه ناصعة بيضاء صافية بعد رحيل قوى البغي والعدوان. نعم، عاشت مصر وعاش رجالها، عاشت صناديد قواتنا المسلحة. لقد قالت كلمتها اليوم، وكان الحسم 22 مليون ويزيد، قد يصل ل30 مليون مصري عظيم قالوا كلمتهم. نعم نعم، إنها اللحظة الفارقة، إنها اللحظة الفارقة في تاريخ الإنسانية. السياحة جاية. نعم، السياحة جاية. السياحة جاية. السياحة جاية. تحية مؤطرة لنقابة فندق شيراتون القاهرة، أكررها مرة أخرى. نعم، تحوي بين صفوفها رجال عاهدوا الله أن يكونوا بميدان التحرير رافعين لواء النصر ليقولوا عاشت مصر حرة أبية، عاشت مصر حرة أبية، عاشت مصر حرة أبية، عاشت مصر حرة أبية. وفي نهاية حديثي أتوجه للجمع الغفير لكل مصر وشعبها والأمة العربية بكل التحية، وستعودين يا مصر كما كنت، يا بلد المضيافين، يا عظيمة إسلام ومسيحية كما كنت دوما عبر التاريخ، معبرة عن نفسك، معبرة عن شعبك. نعم، إيد واحدة، مسلم مسيحي، إيد واحدة، مسلم مسيحي، إيد واحدة. لا أملك إلا أن أقول أنكم تسمعون بأنفسكم هدير الشارع، هدير الميدان. إنها لقد عادت الشرطة، لقد عادت كما كانت عظيمة. نعم عظيمة، نعم عظيمة، إنها عظيمة كما كانت دهورا وأبدا. عظيمة يا شعب مصر،
في نهاية حديثي أختم معكم قائلا عاشت مصر وعاش شعبها. مع خالص تحياتي كامل هابيل شاعر شهداء مصر.